كابتن وانا الحقيقه لسه ما استوعبش الموضوع ده، بس انا واثق انه انه رئيس الجمهوريه مش من عندياته ياخد مثل هذا القرار الصعب، والقرار اللي المفروض انه يبقى مدعم بموافقه الاستشاريين والدستوريين والجماعه اللي بنشوفهم كل يوم مالين الدنيا صياعه. فحكايه ان افتي، ما انا مش عارف ايه الحكايه. هو في ايه والمجلس يعمل ايه ويسوي ايه؟ انت مع رجوع المجلس الشعب على انا مع كل حاجه تتعمل، واخد بالك، ما دام مش بلدنا يعمل اللي هم عايزين يعملوه. لا خد رايي في حاجه ولا انا ليا راي في حاجه، وديني زي ما انت شايف كده على القهوه بلعن وبسب وخلاص. شكرا يا كابتن غزالي. بسم الله الرحمن الرحيم. قرار السيد الرئيس اليوم بعودة مجلس الشعب إلى الحياة مرة أخرى، أعتقد أنه كان قرار ضروري لتصحيح خطأ جسيم حدث في الحياة السياسية المصرية. هناك مبدأ اسمه الفصل بين السلطات، ورئيس الجمهورية هو الحكم بين سلطات الدولة. حينما تغولت السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وصدر القرار المشير دون سند من دستور أو قانون بحل مجلس الشعب، لزم التدخل وإعادة الأمور إلى نصابها بإلغاء قرار الجائر للمشير بحل المجلس دون أن يكون هناك سند من دستور أو قانون. هذا الحق كان موجود في دستور 71 والمجلس العسكري لم ينقله إلى الإعلان الدستوري. الآن يعني قرار الرئيس بإعادة المجلس ليس معناه تحدي لسلطة المحكمة الدستورية أو حكمها، إنما مجلس الشعب الجديد أعتقد أنه سيعقد جلسته غد أو بعد غد ليعلن الدكتور الكتاتني أن المجلس منعقد للنظر في كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية، لأنه حكم واجب النفاذ، وهو حكم صادر في مواجهة السلطة في مواجهة مجلس الشعب تحديدا. وعلى مجلس الشعب أن ينظر في كيفية تطبيق الحكم، لأنه لا توجد في أي سلطة في مصر تملك حق حل المجلس سوى المجلس نفسه أو استفتاء عام. أتصور أنه الدكتور الجنزوري الدكتور كتاتني في أول جلسة سيحيل الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لكتابة تقرير حول كيفية تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس. يعني وستكتب اللجنة تقريرها، وسيكون هذا التقرير يعني ملزم وسيأخذ به المجلس إن شاء الله أيا كان شكل التقرير، إما بتقرير سيكون يعني ملزم للمجلس إن شاء الله. دكتور منال عبد اللطيف، رأي حضرتك كيف في القرار اللي طلع النهارده من الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب؟ طبعا أنا حزينة بهذا القرار ورفضاه وبشجبه شجبا تاما، لان انا كنت بتمنى وبامل فيه خير ان احنا بدانا نرجع لدوله القانون وسياده القانون، ونبقى احنا الشرعيه الدستوريه هي اللي بتحكمنا وليس الشرعيه الثوريه. ولكن بعوده بهذا القرار تحدي سافر للقضاء المصري، وده يعني انا فرحت ان هم كرمهم وفي كلجنه عليا للانتخابات. ده بيدل على انه يعني عايز مصالحه مع الشعب عامه بجميع طوائفه. كون ان هو يطلع هذا القرار ده بيرجع لنقطه صفر من البدايه، وان احنا بنرجع دوله غير مستقره. فانا حزينه بهذا القرار. شكرا. هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القرار صدر رئيس النهارده بعوده مجلس الشعب، يعني هو من ناحيه المنطق انا اشوفه ان احنا في فراغ تشريعي. مكتب الرئاسه اعتقد ان في امور كتيره هتقف معاها في الوقت الحالي، لانه رئيس الجمهوريه احنا دلوقتي احنا جبنا السلطه التنفيذيه، انما وجود السلطه التشريعيه في وجود المجلس في ايد المجلس العسكري فيها مشكله. ان اي قرار هيصدر من المجلس العسكري بشكل تشريعي احنا مش هنقبل، لان قد يكون هذا ضدنا او قد يكون في صالحنا، لكن في النهايه كقطاع ثوري مش هنقبله طبعا. انما غياب الفراغ التشريعي في الوقت ده بعوده مجلس الشعب انه يغطيه. انما انا كل اللي اطلبه ان رئيس الجمهوريه دلوقتي يكون الامور فيها شيء من الشفافيه، يطلع لنا رئيس الجمهوريه في خطاب فوري يقول لنا اسباب القرار، وايه اللي دعاه انه يتخذ هذا القرار في التوقيت دوت، وايه الامور اللي هتترتب على هذا القرار، وبالتالي يبقى في لغه حوار بين الشعب وبين رئيسه. قد يكون قراره خطا، نتكلم معاه اذا كان قراره خطا يبين لنا،
قد يكون قراره صح، يتكلم معانا اذا كان قراره صح، انما في النهايه يبقى في شيء من الحوار بيننا وبين رئيس الجمهوريه. بعيد عن ان الرئيس يطلع في خطاب يفهمنا القرار. استاذ سيد، انت في قرارك نفسك حاسس ان القرار ده صائب ولا لا؟ هو طبعا يعني كفرد من افراد التيار الثوري ان يبقى في صدام بين العسكر وبين، انا مش عايز اقول رئيس الجمهوريه دلوقتي ان هو ممثل لجماعه الاخوان المسلمين، لان انا بعتبر دلوقتي رئيس جمهوريه مصر رئيس لكل المصريين، ويجب ان نرسخ هذه الامر كعقيده في فكرنا كمصريين كلنا، حتى يرسخ في ذهن الرئيس نفسه انه رئيس لكل المصريين وليس للحريه والعداله او لجماعه الاخوان المسلمين. انما لو فرضت ان هو بيتبع هذا التيار، فوجود الصدام دلوقتي بين الكتلتين الاقوى بالنسبه لنا احنا، المجلس العسكري تيار الاخوان المسلمين، لبزوغ او ظهور، يعني بالبلدي كده عاوزين نخلص بقى، عاوزين نشوف مين فيهم اللي بيقود. النهارده اذا كان طلع قرار رئيس الجمهوريه، انت معاه ولا ضد؟ انا بقول لك من ناحيه الفكر، من ناحيه كفكر، احنا لو فكرنا في فكر سياسه انا معاه ان يكون في ما يسد الفراغ التشريعي الموجود في الدوله دلوقتي. احنا مش هنقدر نقعد شهرين 3 4 في وجود رئيس جمهوريه بدون اي تشريع، عدم صدور اي قوانين، يبقى الراجل ده مش هيشتغل، مش هنقدر نحاسبه. انما احنا في الامور اللي دايره او المواضيع اللي دايره حاليا في البلد، الصراع المتواجد بين الاخوان المسلمين وبين المجلس العسكري، دي يخلينا نفكر في القرار بشكل ثاني، بناحيه ثانيه خالص. قد يكون ممكن ما يبقاش معاه ان القرار ده يدخل في صدام دلوقتي، او دخل البلد في صدام دلوقتي سريع. الصدام دوت نتائجه ايه على المواطن وعلى البلد؟ احنا مش عاوزين نتاخر، عاوزين نمشي بقى، عاوزين نعدي، عاوزين نشوف رئيس الجمهوريه ده اذا كان هيصلح معانا خلال شهر 2 3 سنه، هنقدر نقول ان انت والله اهلا وسهلا نكمل معانا، ولا ما تكملش معانا نصور تاني لازم يكون كده، ده فكرنا. فلازم تكون القرارات دلوقتي بالنسبه له ليست تصادميه. هذا التصادم قد يضر بينا كشعب، انما والله لو كان في شيء من الوفاق ان يرجع المجلس الشعب بالتلتين بتوعه ثم التلت المستقل وليس التلت الفردي، ويطلع رئيس الجمهوريه زي ما بقول لك بمنتهى الشفافيه يتكلم معانا ويقول لنا حتى نتائج القرار بتاعه ده ايه، وعلاقه المجلس العسكري اللي مش عاوزين نغفل وجوده، لان هو مش غافل وجوده. يا اما يقول لنا ما فيش حاجه اسمها مجلس عسكري، والمجلس العسكري رجع لسكناته تاني، وفي رئيس جمهوريه وفي دوله. شكرا. الرئيس بيمارس صلاحياته وله الحق ان هو يطلع اي قرار طالما لا يخالف القانون والدستور، واحنا دلوقتي بصدد انشاء او عمل دستور من خلال مجلس الشعب اللي هو تم اخذ القرار برجوعه تاني للحياه السياسيه. طبعا بالنسبه لرئيس الجمهوريه هو قرار دستوري، فهو رئيس الجمهوريه بيحل الدستور ازاي يرجع مجلس الشعب في حين ان هو انحل دستور قرار مجلس العسكري، فده خطا طبعا من رئيس الجمهوريه. لا يجرؤ حسني مبارك كان يعمل دوت، فلما يعملوا دوت فده خطا وحاجه، يعني الناس قلقانه جدا من القرار. يعني الشارع السويسي بالفعل قلقان جدا، والناس عماله تتصل بيا طب هنعمل ايه؟ طب ايه اللي جاي؟ طب ايه ده قرار خطأ. فلسه القوى السياسيه احنا دعينا لقعده، وبكره هنا هو عندنا في الحزب الناس متواجده، وهنطلع بقرار وهنطلع ببيان. اسم الحزب ايه؟ الحزب المصري الديمقراطي. ده رأي الحزب في القرار. بس ده حاليا دلوقتي ده رأيي الشخصي، لكن لما يطلع البيان هيبقى رأي الحزب وليس رأيي الشخصي. شكرا. بالنسبه لقرار سياده الرئيس محمد مرسي، انا نفسي شايف ان هو قرار صائب، لان هو كان الاعلان الدستوري المكمل اللي هو اللي طلعه المجلس العسكري كان بيقول ان الرئيس ما يطلعش على ميزانيه الجيش، فكده مجلس الشعب طالما انعقد 60 يوم يبقى هو اللي هيناقش الميزانيه اللي بتتعمل ان شاء الله في نص سبعه. فانا ان شاء الله مع القرار ده وربنا يوفقه ان شاء الله. شكرا. في خطوره المساله ان في حنس باليمين. اول فقره في الحلف اليمين احافظ على الدستور والقانون، كده لا حافظ على الدستور ولا القانون. المحكمه الدستوريه محكمه عليا، احكامها لابد ان تنفذ. فكون ان رئيس الجمهوريه يجتاز الحكم يبقى ده حنس باليمين، وده لا يصلح. شكرا. انا مش موافق عليه.
هو رايي لمؤاخذه الدكتور مرسي الله يبارك له ان هو لمؤاخذه الكلمه يرجع مجلس الشعب تاني، لان مجلس الشعب اللي جابه الشعب والجمهور والناس اللي جابته. ما يجيش واحد في المكتب بتاعه يقول لمؤاخذه بالكلمه احنا ايه هنحل المجلس يروح حله تمام تمام. طب انت بصفتك ايه حليته؟ ده الشعب كله بالكامل جاب المجلس، مصر كلها جابت مجلس الشعب من جميع المحافظات. يعني كل الشعب المصري اختار مجلس الشعب واختار نوابه وجم. يجي بكل سهوله واحد في مكتب يدي قرار بان يحل مجلس الشعب؟ طبعا مش من حقه، ان الشعب هو الوحيد اللي له السلطه الوحيده. ورئيس الجمهوريه لما قال رجع مجلس الشعب تاني قال لي الكلام دون ان رئيس الجمهوريه الشعب اللي اختاره، وقال على كلام الشعب لان نبض الشارع كله بدون استثناء بيقول ان احنا عاوزين مجلس الشعب. وفي حاله ما نكون مش عاوزين مجلس الشعب احنا اللي نقول عاوزين نحله او لا. انا شايف ان هي مواجهه بدري قوي قوي. انا كنت شايف ان الدكتور مرسي يدخل المواجهه مع العسكر بس مش دلوقتي، انما هو بدأ المواجهه في فتره ما اعرفش، يعني عنده قلب جامد، يعني ربنا يديله الصحه وربنا معاه.